عشان تحضروا حلا يبهر ضيوفكم بشكل وطعم مميز وبمكونات بسيطة. كل اللي حنحتاجه بسكوت مطحون وسكر بني رطب وقرفة. نخلط المكونات ونضيف زبدة بحرارة الغرفة، رح نفركها كويس مع البسكوت. بعد كده رح نضيفها في صينية ونوزعها بشكل متساوي، نكبسها عشان يتماسك وما يفرفط، وندخلها الفرن تاخد لون خفيف. حنحضر الحشوة. حنحتاج لتفاح أحمر وتفاح أخضر، حنقطعها لمكعبات صغيرة متساوية. في طاوة حضيف زبدة وأضيف بعد كده عليه التفاح اللي قطعناه، حقلبه سوا وأضيف عليه سكر بني وقرفة وأخلطهم إلين تندمج المكونات سوا وتطلع موية التفاح. راح أحضر نشا مع الموية الباردة، أقلبهم إلين يذوب النشا، أضيفه على خلطة التفاح مجرد ثواني إلين تلاحظوا إنه قوامه بدأ يتغير ويوصل للقوام اللزج هذا. حنصبه فوق طبقة البسكوت بشكل متساوي. بعد كده حضيف طبقة خفيفة من الكراميل، وأحضر آخر طبقة حليب مركز محلى وقشطة وبيض وجبنة كريمية مع الفانيلا، ونخلط لين تندمج المكونات كويس. حضيفها فوق طبقة التفاح والكراميل وأدخلها الفرن لين تتماسك الطبقة عندي. بعد ما تدفى هاخد عود خشبي وأخططها بشكل سطحي وأضيف عليها طبقة خفيفة من الكراميل، وبنفس العود الخشبي رح أخططها عشان أديها شكل ومنظر حلو. هدخلها الثلاجة تتبرد على الأقل من 4 ساعات إلى ليلة كاملة. إن شاء الله تكون عجبتكم وبالعافية.